السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم في الفيديو بسكوت نواعم. لو جربتي الطريقة دي مش هتبطلي ابدا تعمليه في البيت، هنعمله تحفة وناعم كده وبيتكسر بسهولة زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. اول حاجة انا عندي كوباية الا ربع من السمنة او الزبدة، كنت حطاها في التلاجة عشان انا عايزاها ساقعة بس مش متجمدة قوي. حطيت عليها نص كوباية من السكر البودر وخلطتهم مع بعض بالمضرب الكهرباء لحد ما السمنة لونها يكون فاتح وتبقى عاملة زي الكريمة. ممكن تستخدمي في الوصفة دي زبدة بدل السمنة، بس بصراحة انا جربت الاتنين والسمنة عطتني نتيجة افضل، خلت البسكوت ناعم اكتر وطعمه احلى، خصوصا لو انتي مستخدمة سمنة نوع كويس. بعد كده ضفت على السمنة والسكر بيضة واحدة ورشة من الفانيليا، وبرجع تاني بكمل ضرب، يعني دقيقتين او 3 مش اكتر من كده، لحد بس ما البيضة تندمج مع المكونات اللي قبل كده. ممكن تستخدمي في الوصفة دي مضرب سلك، مش ضروري مضرب كهرباء. بعد كده هشيل بقى المضرب وهبدأ ان انا انزل المكونات الجافة، وهي عبارة عن كوبايتين من الدقيق ورشة من الملح. بنزل الدقيق شوية شوية بالتدريج علشان ممكن محتاجهوش كله. انا هنا نزلت اول كوباية وحطيت عليها رشة الملح، والكوباية التانية هنزلها واحدة واحدة زي ما قلتلكوا. طبعا بيفرق على حسب حجم البيضة وعلى حسب الكوباية اللي انتي معايرة بيها السمنة في الاول. هنا طبعا العجينة لسه محتاجة، كانت طرية جدا، نزلت نص كوباية كمان، وبعد كده نزلت النص اللي فاضل، فانا احتاجت الكوبايتين بالظبط. وانا بخلط الدقيق بقلب كده بالراحة بالمعلقة، او ممكن الم العجينة باطراف صوابعي، ما بعجنش فيها كتير علشان البسكوت ما يطلعش ناشف. ده شكل العجينة، بتكون لمت ما بتلزقش في الايد وفي نفس الوقت طرية قوي. علشان اشكل بقى البسكوت محتاجة كيس تلاجة، فتحته كده اتنين، لان انا هفرد العجينة بين طبقتين الكيس، عشان هي طرية جدا فمش هقدر ان انا اتحكم فيها غير بالطريقة دي. بحط كده قطعة صغيرة من العجينة وعليه طبقة الكيس التانية، وبفرد العجينة بسمك متوسط، ما ترفعيهاش قوي علشان ما تتحرقش، برضو ما يبقاش تخينة علشان البسكوت يبقى طعمه حلو. بشيل بقى طبقة الكيس اللي فوق وببدأ ان انا اقطع البسكوت، بقطعه مدورة او اي غطا عندك. ببدأ بقى انقل البسكوت بالراحة كده من غير ما شكله يتبهدل، لان العجينة طرية قوي، والكيس طبعا هو اللي هيساعدني في الموضوع ده، من غيره مش هتقدري خالص ان انتي تشيلي البسكوت من على الرخامة وتحطيها في الصينية. الصاج اللي انا بسوي فيه مش دهناه اي حاجة خالص، هو البسكوت فيه كمية سمنة زيادة فهو كده كده مش هيلزق. العجينة اللي بتتفضل بقى بلمها كلها على بعض، ما بعجنهاش برضو، وبحط عليها جزء تاني من العجينة اللي في الطبق، وبكمل بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية كلها. رغم ان هي بيضة واحدة وكوبايتين دقيق وان قطعة العجينة تبان مش كتيرة، بس هي ما شاء الله بتعمل كمية حلوة قوي، هتشوفوا في الاخر طلعت كمية كويسة. هنا كنت قطعت كمية العجينة كلها دواير بالشكل ده، هبدأ بقى ان انا دلوقتي اديله شكل الدواير بتاعة البسكوت النواعم. فبجيب بقى اي حاجة مدورة عندي بأحجام مختلفة،
اصغر طبعا من حجم البسكوتة، وببدأ ان انا اعلم كده على البسكوتة من فوق بالدواير دي او بالقطاعات دي. ما بنزلش للاخر قوي، يعني بنزل قبل الاخر كده بحاجة بسيطة علشان البسكوتة ما تبقاش اجزاء منفصلة، يعني تبقى كلها ماسكة في بعض وفي نفس الوقت الشكل يكون واضح. ببدأ بالدايرة الكبيرة وبعد كده اصغر فاصغر لحد ما تديني الشكل ده. بعد كده بسوي البسكوت في فرن سخن من قبل كده على درجة حرارة 180 او درجة حرارة متوسطة على حسب الفرن بتاعك. خد من 7 دقايق ل10 دقايق بالكتير، مش اكتر من كده. لاحظيه لان هو بيستوي بسرعة، مش بياخد وقت في الفرن، وبيطلع بقى بالجمال ده. اخد لون ذهبي فاتح حلو قوي، ريحته وهو في الفرن كانت تحفة، وطعمه في منتهى الجمال وناعم جنب كوباية شاي، مفيش احلى من كده. بصوا شايفين البسكوتة شكلها حلو قوي وناعمة قوي. اهم حاجة ما تحركوش من الصاج طول ما هو سخن عشان ما يتكسرش ويتفرفت معاكي. كده وصلنا لاخر الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.